السلام عليكم، اهلا الاخوات، معكم من قناه هوات حنان. كنتمنى نلقاكم الفيديو بخير وعلى خير. فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا غتكون عباره على حريشات بدون زبده بدون حليب، اقتصاديين، ببيضه واحده فقط وبكميه وفيره، كيجيو هشاش رطبين مشقين روعه البنات، بمكونات اللي غادي يخليهم طريين لمده اطول، وكذلك ممكن تحتفظوا بهم في المجمد لشي حاجه اللي ما تندموش عليها. كيوجدوا في اخر لحظه. اذا اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والتعليق والبارطاج، وندوزو نشوفوا المقادير والطريقه باذن الله تعالى. عندنا هنايا 500 غرام ديال السميده الرقيقه، شويه د الملحه، علبه ياغورت ديال البنان او نكهه اللافاني، كاس الا ربع من عصير البرتقال، كاس الا ربع من الزيت، كاس الا ربع من السكر، 2 معالق كبار فيرميسي شوكولا اختياريه، بيضه واحده، قشور الليمون، 2 ساشيات خميره الكيماويه في وزن 7 غرام. هادو هما المقادير. ندوزو للطريقه. بسم الله. هنايا كناخدو واحد الاناء وضعت فيه بيضه واحده، كنضيف عليها كاس الا ربع من السكر، ضفت هنايا قشور الليمون، تقدروا تعوضوا قشور الليمون بقشور البرتقال، شويه د الملحه. صافي غادي نخلط هاد المقادير، غادي نساجمو مزيان السكر والبيض حتى يذوب معنا هذاك السكر. صافي هنايا كنضيف كاس الا ربع من الزيت، ثم غنضيف كاس الا ربع من العصير، عصير البرتقال، علبه ديال دانون بنكهه لافاني، تقدروا تعوضوا لافاني بالبنان. صافي وكنخلط هاد المقادير، ثم حتى نخلط مزيان عاد غادي نضيف السميده. بالنسبه للدقيق ديال السميد كنضيفو شويه شويه، ثم غنضيف 2 ساشيات ديال الخميره الكيماويه في وزن 7 غرام، وفيرميسي شوكولا اختياريه. الا ما بغيتوش ديروها تقدروا ما ديروهاش، ماشي ضروري، ولكن كتعطي واحد النكهه في هاد الحريشات صراحه، حتى المنظر كتعطي لهم المنظر. كيجيو هذوك الحريشات هما مشقين، كيجي مع الشكلاط فيرميسي كتعطي لهم واحد المنظر الصراحه. صافي كنضيف هنايا 2 خمارات ديال الكيماويه، كنبقى نضيف تدريجيا دقيق السميده. بالنسبه للقوام ديال الحريشات صغار راه كيبقى خفيف البنات، ما تخافوا ما والو، راه السميده كتشرب. من بعد ما نضيف الدقيق السميده، انا هزات لي هنايا 500 غرام. نتوما يقدرت على حساب السميده، كاينه السميده كتشرب وكاينه السميده ما كتشربش. صافي كنخليوها خفيفه، المهم حتى كتشرب لينا واحد 5 دقائق. من بعد ما غطيناها صافي وكنبداو كنشكلوا فيها الكويرات، وكنفندوهم في هذا الخليط اللي غادي ندير هنايا حداكم. كندير شويه السميده رقيقه وشويه د الكوك، صافي كنخلطهم. هذا الخليط البنات راه كنفند فيه الحريشات. من بعد ما خلينا الخليط ديال الحريشات واحد 5 دقائق حتى كيتماسك لينا شويه ويجمع راسو، باش نقدروا نتحكموا فيه، باش نبغيو نشكلوا هذوك الكويرات. صافي هنايا كنبدا كنكور في الكويرات، من بعد كنفندهم في الكوك، في الخليط ما بين مخلط ما بين الكوك والسميده. راه الفيديو راه شارح راسو براسو. صافي وانا كنستمر على هاد الطريقه.
كنستفوهم هنايا في الطاوله اللي مفرشه بورق الطبخ، وكنحطهم متباعدين لان في الفران كيتزاد الحجم ديالهم، وبالتالي بهذه العمليه كنتفادى انهم يلتصقوا لينا. الحريشات ديالكم تقدروا تنسموهم كيف ما بغيتوا، تضيفوا ليهم الزبيب او النافع او بيبي شوكولا. كما لاحظتوا اليوم انا نسمتهم بفيرميسي شوكولا. تقدروا تنسموهم او لا تخليوهم بلا ما تنسموهم نهائيا، تكتفيو غير بدانون ديال فاني وصافي. بالنسبه للكميه اللي تحصلت عليها 12 الحبه، حيت انا درتهم الحجم الكبير. تقدروا نتوما تصغروهم او توضعوهم متوسطين، لكم الاختيار في الحجم. بالنسبه للفران هنايا كان عندي مشعول من قبل 180 درجه باش يسخن لينا مزيان. عاد غادي ندخلوا اللاطه ديالنا ديال الحريشات الصغار. راه الطريقه معروفه وباينه. كنشعلوا عليها الا كان الفران ديال الضو كنشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق لينا، عاد كنشعلوها عليها من التحت باش طيب لينا شويه. راه ما كتاخذش بزاف من الوقت. الا عندكم الفران ديال الغاز راه كنشعلوا عليها وكنديروا اللاطه ديالنا لتحت حتى كتشقق، عاد كنطلعوها الفوق بحال الطياب ديال البهله. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجت الحريشات ديالي من الفران. حريشات اللي كيجيو اكثر من رائعين، وكيف ما شفتوا معايا يعني غير ببيضه واحده تحصلنا على كميه لجد وفيره، ونقدروا نوجدوهم كيف ما قلت لكم في اخر لحظه راه كيجيو طريين ورطبين من الداخل. كيف ما غتشوفوا معايا دابا البنات ما شاء الله غادي نفتح معكم واحد الحرشه، بقاو معايا. شوفوا البنات من الداخل كيجيو خفاف ومشعبين من الوسط. المذاق رائع الصراحه، كيجيو بنان مع كويس ديال اتاي الصراحه يا سلام. والان ما بقى لي غير نودعكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.